الإعلامي الكبير والمشهور محمد شبانة يخرج على الهواء ويهين ويمرمط خالد الغندور وعمرو الدرديري بعد الألفاظ الوحشة والسيئة اللي قالوها على محمد عبد المنعم اللي عمل حركة عفوية من غير ما ياخد باله علشان مصاب. طلعوا الزملكاوية يقولوا ده قليل الأدب، ده مش محترم، ده مش عارف ايه، ويهينوا ويشتموا ويذلوا فيه ويقولوا اشمعنى شيكابالا هو اللي بيتعاقب لما بيعمل حركات زي دي. محمد عبد المنعم اللي ما كانش ياخد باله ولا كان يقصد ان هو يعمل زي كده. محمد عبد المنعم اللي نزل صورة او نزل امبارح بوست على حسابه الرسمي على الفيسبوك وقال ان انا واخدت كدمة اسفل البطن، وكنت برفع بشوف يعني بحس بورم، فكنت بشوف ايه اللي جرالي. وقال ان انا ما كنتش اقصد، حتى الدكتور او دكتور النادي الاهلي بعد اللقاء عملنا اشعة على البطن، وكمان كابتن خالد بيبو عارف بالموضوع ده. فالله يسامح اصحاب النوايا السيئة اللي بيطلعوا فيا عيوب. حابب اقول لهم انا شخص محترم ومؤدب ومتربي ومستحيل اعمل حاجة غلط. هو ده كان فيديو النهاردة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.